في البداية كده يا ريت تضغط على علامة اللايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان تساعدنا ننشر فيديوهات كتيرة الفترة اللي جاية. ويلا بينا نخش في التفاصيل. بيبتدي الفيلم في مدينة برلين بنينجا منشق عن عشيرته اسمه رايزو، وبما ان رايزو منشق عن عشيرته فالعشيرة كلها عاوزة تموته، وعشان نعرف ليه لازم نرجع للقصة من الأول. عشيرة النينجا اللي كان منها رايزو اسمها الأوزون، وكانوا بيخطفوا الأطفال الأيتام أو اللي ملهمش أهل ويبقوا أفراد في العشيرة، وكان بيتم تربية الأطفال دي بطرق قاسية جدا، وإن الخوف والضعف والحب والكرامة كل دي مفاهيم ما ينفعش تبقى موجودة جوه أي نينجا، خصوصا لو كان فرد من أفراد عشيرة الأوزون. كل ده كان كلام زعيم العشيرة اللي بيحفظه للأولاد من وهم صغيرين. زعيم العشيرة هنا كان بيعلم رايزو درس الاتزان، ولكنه كان قاسي جدا معاه وفضل يضربه لحد ما رجليه فضلت تجيب دم. وفي حين انهم نسوا المشاعر، رايزو بيشوف الحب على يد واحدة زميلته اسمها كريجو وبتعالج جروحه، وبعدها بيكبروا الاتنين. وفي يوم رايزو بيشوف كريجو وهي بتكسر قانون من قوانين العشيرة، فبيقول لها رايزو كده غلط ولازم نمشي على القوانين ونسيب السلك على الزرع عشان الزرع يكبر ويكون كله شكل واحد. فبتقول له كريجو انا مؤمنة ان كل زرعة عندها قلب وتقدر تحدد طريقها بنفسها. رايزو بدأ يفهم انها بتلمح عليهم، لكن هو قال لها انه هيمشي على قوانين العشيرة، فبتسمعه كريجو صوت قلبها يمكن يحس، وبتقوله لما تحس يبقى اديني حس. وده لان رايزو وصل لمرحله متقدمه جدا في العشيره وتفوق على زمايله لدرجه انه بقى يقاتل وهو مغمي عينيه وبيكسبهم بكل سهوله، وكل حاجه كانت تمام لحد ما في يوم كريجو بتهزم واحد من زمايلها عادي، فبيقرر المدرب يعلمه درس وبيدي لكريجو آلة حاده وبيطلب منها تجرحه، لكن كريجو بترفض تعمل كده وبتسيب الآلة الحاده من ايديها. وهنا المعلم بيتعصب وبيمسك الآلة الحاده دي وبيجرحها في وشها، وبيتم معاقبه كريجو بانهم يحبسوها في قفص انفرادي من غير اكل ولا شرب. ولكن رايزو بيجي يساعدها وبيشربها وبيقول لها لازم تطيع الاوامر وتمشي على قوانين العشيره، لكن كريجو كانت خلاص قررت تهرب وبتبدا تعمل الادوات اللي هتهرب بيها من غير ما حد يحس. وبيجي اليوم وبتنفذ كريجو الخطه، لكن بيوقفها رايزو وبيقول لها نتيجه اللي بتعمله ده لو اتكشف هتموت، ولكن هي مسكت ايديه وحطتها على قلبها وقالت له انا عارفه طريقي، وبتعرض عليه يهرب معاها لكنه بيرفض، وبتبدا تهرب من السور اللي حوالين العشيره، ولكن زعيم العشيره بيعرف وبيبعت وراها مجموعه بتجيبها وترجع. وبيقرر الزعيم انه يموت كريجو عشان تبقى عبره للباقيين، وبينفذ قراره ده قدام العشيره كلها. رايزو شاف الموقف ده لكنه كان عاجز جدا وما قدرش يعمل اي حاجه. وبتفوت بعد كده فتره وبيطلب منه زعيم العشيره عمليه قتل هيقوم بيها لوحده، وبيقول له في راجل غني هتموته وتجيب لي الساعه الذهبيه اللي معاه. ولما بيدخل رايزو ينفذ العمليه بيكون الموضوع صعب جدا لان الراجل ضخم، ولكن في النهايه بيقدر يجيب الساعه. وبيرجع لزعيم العشيره، ولكن زعيم العشيره بيقول له احتفظ بيها عشان تفكرك ان انت واحد مننا، وبيقول له فاضل اختبار واحد وتبقى نينجا حقيقي. وبيجيب بنت حاولت تهرب وبيطلب منه يقتلها. هنا بقى رايزو بيقرر ينشق عن العشيره وبيطير عين زعيم العشيره الشمال، وبتبدا افراد العشيره تتخانق مع رايزو عشان يقتلوه لكن ما بيقدروش، وبسبب عددهم الكبير بيتصاب رايزو وبيقع من فوق العماره وبينزل في الميه. ومن يومها والعشيره بتدور عليه عشان تقتله، وهو بيبوظ لهم عمليات كتيره جدا، ومحتفظ بالساعه عشان تفكروا دايما باللي هو عمله. ودي واحده اسمها ميكا شغاله في الطب الشرعي، وده ريان مديرها في الشغل. ميكا بتلاحظ ان كل عمليات الاغتيال بتتم بنفس الطريقه ونفس الاسلحه، والشهود بتقول ان في عشيره بتاخد 100,000 جنيه دهب وبيقوموا هم بعمليات الاغتيال. ميكا بتحاول على قد ما تقدر تقنع مديرها في الشغل ان النينجا موجودين، ومديرها بدأ يقتنع، بس حتى لو اقتنع ده مش هيفيد في حاجه لان في الاخر مفيش دليل. ولما بيخرجوا يتغدوا بره مع بعض بيقول لها مديرها ان في صحفي عمل تقرير عن الموضوع ده ولكنه اختفى بعدها. فبتروح ميكا بيت الصحفي ده وبتقابل مراته وبتعرف منها ان هو مات، وبتطلب منها تحكي لها عن التقرير، فبتقول لها انا معرفش تفاصيل التقرير ايه، لكن جوزها بعد التقرير ده عمل حاجات غريبه زي ان هو ركب حوالين البيت اضاءه كتيره، وركب اقفال على الباب كتيره جدا، وكاميرات مراقبه، وكان بيعمل حاجات غريبه. فسألتها هو مات ازاي، فبتقول لها في يوم سمع صوت بره طلع يشوف فيه ايه، الانوار اتطفت ولما رجعت لقيته ميت. وبتقول لها انه سايب شويه ادله ممكن تنفعها، وبتكون شرايط فيديو وخرايط قديمه. ولما بتتفرج ميكا على الشرايط بتلاحظ شخص بيحاول يمنع عمليه الاغتيال. بعدها بتروح ميكا البيت وبتلاقي الكهرباء مقطوعه، وبيجي شخص كان عاوز يقتلها ولكن بيلحقوا شخص تاني والاتنين من النينجا، وبيكون الشخص اللي انقذها ده رايزو، وبيقتل الشخص التاني وبيبدا يكلمها وهي مش شايفاه، وبيقول لها لازم تثق فيه لان في ناس كتير هتيجي بعد ده، وان العشيره مش هتسيبها تعيش بعد اللي عرفته. بعدها بيسيبوا الشقه وبيدوروا على مكان تاني يروحوه، وبتكلم ميكا مديرها في الشغل وبتقول له ان عشيره النينجا طلعت بجد وان هي مع واحد فيهم دلوقتي، فبيطلب منها يقابل رايزو، وبيطلع ده كمين عاملاه المخابرات، وبياخدوا رايزو وبيبداوا يستجوبوه.
ميكا بتقول لرايزو انها ما كانتش على علم باللي حصل ده، لكن رايزو بيقول لها انه عارف ان ملهاش علاقه بالموضوع، وبيقول لها تسيب المكان عشان العشيره جايه. فبتروح ميكا تحذر زمايلها لكن مش بيسمعوا كلامها وبيقولوا لها احنا مستعدين. وهنا الكهرباء بتقطع والعشيره بتوصل وبيخلصوا عليهم كلهم، وبعدها بيروحوا الرايزو اللي ما صدقوا مسكوه وبتبدا بقى الخناقه. لكن رايزو بيكون نينجا يعني مش هزار، وبسبب عددهم الكبير بيطلع الشارع عشان يعرف يهرب. وبتيجي ميكا وبتنقذه وبياخدوا العربيه وبيهربوا، وبيروحوا بعدها لمكان امن. وبتولع ميكا سجاره وبتبدا تتكلم معاه وهو نايم، وبتقول له هي مش عارفه تعمل ايه دلوقتي والموضوع طلع اكبر منها. وبعدها بتنزل الجنينه وبتشوف العشيره اللي قدرت توصل لرايزو، وبياخدوه وبيروحوا بيه على مكان العشيره. وفي الوقت ده بيكون زعيم العشيره مجمع العشيره وبيحكم على رايزو بالموت. وقبل التنفيذ بيكتشفوا جهاز تتبع كان في جسم رايزو، وبتدخل الشرطه باسلحتها التقيله وبيصطادوا العشيره واحد ورا التاني. وبتيجي ميكا تفك رايزو، ورايزو بيقول لها اتاخرتي ليه؟ فبتقول له هو انت عارف ان انا جايه؟ قال لها اكيد، مش انا نينجا؟ وبعدها بيبدا فايت بين رايزو وافراد العشيره، وبينتهي بان رايزو بيقتلهم كلهم. وبعدها بيروح لزعيم العشيره وبيقتله في الاخر. وبيخلص الفيلم على كده يا نينجا منك ليه.